بصوا، انا هحكي لكم موقف لسه حاصل معايا حالا اهوت والله. النهارده وانا راجع من الشغل، وانا راجع اول مره ارجع من المكان ده. كنت متعود ان انا اروح من مكان تاني، الا النهارده رجعت من مكان واحد، وده كان سبب من اسباب ربنا حطها عشان اتعظ. هقول لكم ايه اللي حصل دلوقتي. وانا روحت من طريق تاني كده. كان معايا واحد صاحبي. وانا ماشي، قابلت راجل كبير حوالي بالظبط عنده من 60 لحاجة و70 سنة، أو مش عايزين نعلي، أو 60 أو 59 وانت طالع، اللي هو 60 وانت طالع. عينه عليها مية بيضة كلها، ما بيشوفش، ماشي بعكاز، لابس الجاكيت ونازل الساعة 4 الفجر من بيته. ليه؟ عشان ينزل يأدي فرض ربنا اللي هو صلاة الفجر. يعني نازل من البيت الساعة 4 الفجر، والله زي ما بقول لكم الساعة 4 الفجر، عشان يأدي الصلاة اللي هي الساعة 5:30. أذانها الساعة 5:37 بالظبط. فتخيل واحد زي ده نازل من بيته عنده 60 سنة وما بيشوفش وماشي بالعكاز عشان يصلي. امال انا اللي يعني ربنا مدي نعمة البصر والايد والرجل وكل حاجة، واوقات بفرط في الصلاة بتاعته. وانت ربنا مديك نعم كتير قوي وبتفرط برضه في الصلاة. انا بحكي لكم الموقف ده لان هو موقف نتعظ منه. نتعظ ان هو راجل كبير عنده 60 سنة، وانت يا شاب اللي عندك 20 سنة بتكسل تأدي الفريضة. انا مش هقولك ان احنا كلنا ملايكة او انا ملاك، احنا كلنا انا زيكم والله، برضو مش منتظم قوي في الصلاة، بس على قد ما بقدر بحاول انتظم. فيا رب يا رب الموضوع ده يكون موعظة ليا وليكم، وتخلوا بالكم من الصلاة، لان ما تعرفش انت هتقابل ربك امتى.